اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كده تكونوا بخير. النهارده يا جماعه احنا هنعمل اكله حلوه، بما ان احنا عندنا طبعا لحمه وكان في عيد وكده، فايه هنعمل الاكله دي مع بعضنا كده. ده هنا لحمه هي زي ما انتم شايفين. انا مقطعاها يعني عادي، قطع عاديه. تمام. النهارده هنعمل كده، نغير شويه في العمايل يعني بتاعت اللحمه. هنعمل كمونيه اللحمه، الكمونيه اللي هي بنعملها لما بنعمل برضو الفشه والكرشه والحاجات ديت كلها برضو كمونيه، بيبقى طعمها لذيذ وجميل. فقلنا نجرب النهارده كده نعمل ايه، نعمل اللحمه كمونيه. تعالوا بقى مع بعض كده نبدأ الأول كده. الحلة طبعا عندنا هي طبعا بعد أنا ما شوحت اللحمة، حطيت اللحمة تتشوح كده تشويحة حلوة، تقرب من السوا شوية. أنا بحب يعني ايه أشوحها التشويحة اللي هي تقرب شوية من السوا عشان يبقى طعمها حلو. حطيت هنا بقى حتة سمنة كده علشان، وهنحط برضو شوية زيت، هعمل لها بقى الكمونية بتاعتها. بكون طبعا مقطعة يعني نص راس توم كده، وكم يعني بالظبط كده شوية توم حلوين محترمين كده، لان الاكل اصلا معتمدة شوية على التوم. حطينا هنا السمنة بتاعتنا. لما كده هننزل طبعا بحتة دهنة، حتة ليا كده من اللي انا سيحتها معاكم. الفيديو اللي فات دوت كنت مسيحة الليا. اللحمة عندي ما فيهاش دهنة كتير، فانا حطيت حتة ليا بتدي طعم حلو برضو. طبعا احنا عملناها الفيديو اللي فات دوت، وقلت لكم انها بتنفع في كل حاجة. تطبخي مثلا حاطة سمنة، تحطي حتة معاها كده بتدي ريحة حلوة وطعم برضو ايه حلو. حطينا الاتنين كده، السمنة على حتة الليا، وهحط بقى، كنت انا بقى ايه فرمة التوم اللي انا كنت مخزناه معاكم طبعا خلص. فديت فصوص توم فصصتها كده وحطيتها في الهون وعملت فرمتها ناعم كده. بحطها كده، وطبعا مش هخلي التومة تتحرم مني، لا، هتدي لون، هتدبل كده وتصفر حاجة بسيطة. تمام. اول ما تدبل عندي التومة كده يعني ما تتحرقش كده، تدي صفار بسيط كده، هنزل بالطماطم بتاعتي. الكلام دوت يعني للناس المبتدئة، عشان في بنات بتسيب التومة تتحرق، فبتمرر معاكي الصلصة وتمرر الاكل كله. تاخدي بالك من الحتة دي بالذات، يعني تاخدي بالك من التوم والبصل، ما تخليهوش وانتي بتعملي تسبيكة او بتعملي كمونية او اي حاجة ياخد منك لسعة او حاجة، هيمرر معاكي الاكل. طبعا احنا كنا ضاربين الطماطم دي، كمية طماطم معقولة يعني للطبخة. وهسيبها طبعا تتسبك تسبيكة حلوة كده محترمة يعني. الريحة مش عايزة اقول لكم، الريحة كانت قلب المكان، وكانت الريحة جميلة خالص، والاكلة اصلا كانت جميلة خالص. اللحمة كنت شوحتها تشويح حلو، واللي هي داخلة على طياب شوية. زي ما قلت لكم بحب اللحمة تكون داخلة شوية على طياب، عشان ما تغيبش حتى لما تحطها شوية في الكمونية. انا بقول لكم هنا ان انا مقطعاها تقطيع يعني اللي هو العادي. في ناس بتقطع حجم كبير، فاللحمة عندي من النوع اللي هو كانت بتاخد طياب شوية، فانا يعني قطعتها صغير شوية. هنا سبتها بقى تتسبك جامد. اول ما تتسبك واحس ان هي خلاص، هنزل بقى عليها بالمية. ولما المية هتغلي الاول هحط طبعا ايه التوابل اللي عندي. انا ما كترتش فلفل، لان آه انا ما مش هكتر الفلفل، لان احنا عندنا يعني ايه حد مننا يعني معدته تعبت شويه من الفلفل. احنا بنحب الحراق وكده وبنحط فلفل كتير، فانا ما كترتش في الفلفل، انا اعتمدت شويه على الكمون. انت حطي شويه فلفل وشويه كمون، وحطي ورق لوري برضو، ومكعب مرقه دجاج، والملح. الملح ما تكتريش، عشان مكعب مرقه الدجاج بيحدق اللي هي الاكل مع الملح. ممكن يخونك، ممكن تحطي وتحسي انه عادب، بس الاكل بيكون مظبوط. تيجي تحطي ملح تاني، فالملح بتلاقيه يعمل يخلي الاكل يعني يحدق معاك وكده. طبعا ان انا حطيت بقى الميه بتاعتي اهي،
برضو كمية مية معقولة كده مناسبة، مش هتعومي الحلة مية، لا كمية معقولة كده، مش ياما مش كتير يعني. وبتسيبي تسيبي التسبيكة، تسيبي الكمونية بالمية اللي فيها لما تغلي. اول كده ما تحسي ان هي هتغلي معاكي، هتنزلي باللحمة بتاعتك. طبعا انت حطيتي زي ما قلت لك، احنا عشان في حد عندنا يعني معدته تعبت من الحاجات الحراقه دي، ما كترتش الفلفل جامد. انت هتحطي الفلفل والكمون، وهي بتعتمد شويه على الكمون، وتحطي البهارات، وتحطي ورق لوري لو عندك يعني متوفر ورق اللوري. بس دي طريقة امهاتنا بقى وجداتنا يعني، والناس الكبيرة اللي احنا اتعلمنا منهم كل الاكل الجميل ده. والاكل بيطلع طعمه في منتهى الجمال، وفي لذة كده غير طبيعية بجد. تسلم ايديهم، والله يرحم الناس اللي هي الكبيرة اللي كانت بتعلمنا الحاجات دي. يعني الحاجات دي طبعا لقينا امهاتنا متعلماها من امهاتهم اللي هم جدادنا برضو يعني. بصوا بقى، انا كده فضيت من الحلة الصغيرة، لان الحلة كانت صغيرة شوية، في الحلة اللي هي بتاعت اللحمة يعني. هسيبها طبعا مع نفسها تاخد وتدي كده كام غلوة مع بعض كده، وهي اللحمة نص طياب يعني، طيبة شوية داخلة على الطياب يعني، نص طياب. فهتاخد وتدي مع بعضها لحد لما اخد حتة لحمة كده منها واشوفها، لو كانت خلاص طابت يبقى انا ايه كده تمام. بص بسيبها كده مع نفسها. عايزه اقول لكم ان اليوم دوت يعني يعني عيالنا البنات كانوا مبسوطين بالاكله دي جامد، كانوا مبسوطين بيها وفرحانين بيها خالص، لان بجد طعمها جميل. وفرقت معانا برضو تغيير في ايه، تغيير في الاكل شويه. احنا طبعا عملنا بورما في العيد، وعملنا لحمه مسلوقه، وعملنا شوينا لحمه، وعملنا كفته، عملنا كل حاجه، عملنا عيش بلحمه والحاجات دي. فانا قلت ايه اعمل اللحمه كمونيه برضو ايه يعني كتغيير وكده. طبعا بتعملي معاها رز، بس انا هعمل طبعا الرز اللي هو بتاع الافراح. انا بحب الرز ده بجد. لما بعمل الرز ده بحس كده ان في فرق بين الرز العادي اللي احنا بنعمله الابيض، وبين الرز ده جامد يعني. الرز ده طعمه جميل، اللي هو بتجيبي شويه زيت طبعا، الزيت بيدح معاكي في الحله. بتجيبي طبعا لسان العصفور الاول، هو لسان عصفور وشعريه ورز. فانتي بتطيبي بتحمري الاول لسان العصفور علشان هو بياخد وقت عن الشعريه، الشعريه مش بتستحمل معاكي. فبيكون الاول الشغل مع لسان العصفور، بتحمري شويه لسان العصفور. انا سايبه لما الزيت يدح وكده، حط مع الزيت بقى كده حته سمنه برضو. طبعا مهما كان برضو السمنه بتدي طعم شويه. تمام، احنا حطينا كده حتة سمنة مع الزيت علشان هننزل بلسان العصفور زي ما قلت لكم في الاول. بالله عليكم جربوا الرز ده، ممكن تاكليه من غير اي اكل جنبه، من غير اي حاجة جنبه، بجد طعمه تحفة تحفة فوق ما تتخيلي. هنا هوت ده كان اللي فاضل في الكيس عندي، شوية لسان عصفور، لان انا زي ما قلت لكم بحب اعمل الرز ده ياما. ماشي. بحمر طبعا شوية لسان العصفور كده في الاول علشان الشعرية مش هتستحمل، يا دوبك بتشم بس السخونية كده خلاص. فعلشان احطهم مع بعض يتحرق بقى، هو الشعرية تتحرق. وانا فعلا نسيت شوية لسان العصفور، كنت بعمل حاجة فجيت لقيته ايه يعني يتحمر شوية. فحطيت هنا لسان العصفور، حطيت الشعرية. تمام. احط بقى ايه العيار بتاع الرز بتاعي اللي انا عارفاه، يعني احط العيار بتاع الرز ايه اللي انا عارفاه، الميه، وطبعا شويه الفلفل وشويه الملح ونص مكعب مرق دجاج، بتدي طعم برضو في الايه في الرز، بتديه طعم جميل. تحس كده ان الايدام بتاعه كله طالع على الوش كده شكله حلو، والرز مغسول اهو اتنزلت بيه. يعني بقول لك ممكن تاكل الرز ده من غير اي طبيخ، اي اكل جنبه، طعمه جميل فوق ما تتخيل. جربي الرز مش هتبطلي تعمليه. اللي بيبقى تقلبتين كده بس، هو لسه برضو عايز ميه. وبعد ما حطيت الرز طبعا فرق شويه، لازم تحطي بقى الميه اللي هي ايه
ماشي مع الرز بتاعك، العيار بتاعك يعني. احنا بنحط اهوت المية اللي هي يعني عشان يبقى العيار مظبوط. حط الملح كده، اظبطي برضو الملح. الرز مش عايز ملح كتير عشان ما يبقاش عادي الرز الملح بتاعه، حاجة بسيطة يا دوبك كده يعني بس. وهنغطي الرز وهنسيبه. طبعا هنبص كده على الكمونية، بص على كمونية اللحمة كده اهي، بصوا جميلة ازاي شكلها، بس كده يفتح النفس. بص تحسي ان عايزة تاكلي كده بجد، حاجة كده روعة، حاجة جميلة، شكل وطعم وريحة، كانت قلب المكان. الدنيا بجد كانت، المكان كان مقلوب بجد والله من ريحتها. بص اهوت كده اللحمة جميلة. وعلى فكرة سوى اللحمة كان، بصوا تمسكيها كده تدوب في ايديكي دوب كده، حاجة كده جميلة خالص خالص يعني. والرز اهوت بصيت عليه كده قلبته تقلبتين اهوت اتلدن وكله تمام. والاكل بقى جاهز اهوت للغرف عشان ياكلوا كده. وده كان الفيديو بتاع النهارده، يا رب يعجبكم. وادي يا جماعه الكمونيه بتاعتنا اهيت والرز معاها، حاجه تحفه. انا بقرب لكم برضو اهو، بصوا اهو شكلها بس كده يغني عن الكلام. والرز اهوت طعمه في منتهى الجمال. وبألف هنا وشفا، وكل سنه وانتم طيبين. وربنا يعود علينا الايام ديت يا رب بكل خير وهنا وسعاده وفرح. واتمنى الفيديو كده يعجبكم. وده كان طبعا الفيديو بتاع النهارده. اتمنى الاكله تعجبكم كده وتنور رضاكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. متنسوش اللايك يا جماعه.